مطارات المملكة المغربية تعيش حالة غير مسبوقة. أرقام قياسية، تدفق جماهيري هائل، ورسالة واضحة للعالم: المغرب جاهز. بين 8 و 18 ديسمبر فقط أكثر من 800 ألف مسافر دخلوا إلى مطار المملكة. نعم، أكثر من 800 ألف وافد في 10 أيام فقط، بزيارة تفوق 10% مقارنة بسنة 2024، وما يزيد عن 7300 رحلة جوية، أرقام تسجل لأول مرة في تاريخ طيران المغرب. أصبح يوم 18 ديسمبر يوم استثنائي وغير مسبوق، رقم قياسي في عدد الوافدين للمغرب، وهذا اليوم رمز لاستعداد المغرب الكامل لاحتضان أكثر حدث كروي في قارة السمراء. الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، الرباط، فاس، كلها سجلت نموا واضحا، لكن الصدارة كانت من نصيب مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. أكثر من 300 ألف مسافر، أي ما يقارب ثلث حركة المسافرين في المملكة. مع كذلك كان هناك تنسيق محكم بين وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك ووزارة النقل، وكلهم يشتغلون كفريق واحد لضمان وصول سلس، آمن وسريع، بروح مغربية عنوانها الضيافة والاحترافية. رسالة واضحة للعالم: المغرب لا يستضيف كأس إفريقيا فقط، بل يقدم نموذجا إفريقيا وعالميا في تنظيم التظاهرات الكبرى. كأس إفريقيا 2025 ينطلق تحت شعار الثقة، الأداء، الجاهزية. المغرب يبعث إشارة قوية: نحن مستعدون، والتاريخ يكتب الآن. وهل في نظركم سينجح المغرب في خطف أنظار العالم؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد عن أخبار الكان والمغرب.